بص بقى يا اخويا، احنا هرينا كتير وشرحنا كتير ومعلومات كتير، انا عارف. دلوقتي بقى هديك الزتونة اللي هو الملخص الجميل، اللي هو الحقنة تاخدها تخش تحل. بس ما ينفعش اديك الزتونة من غير ما اشرح، ما ينفعش. بعد كده بقى هتلاقي حلول فيديوهات الواجب كلها على اليوتيوب. فيديوهات الواجب كلها على اليوتيوب. قبل ما احل الواجب هتلاقيني عامل لك الزتونة بتاع الدرس، وبعدين نخش نحل الواجب، الزتونة بتاع الدرس، وبعدين نخش نحل الواجب، وهكذا. احنا هنا قبل ما نخش بس على التمارين المتنوعه هديك الزتونه بتاع الدرس، ربط افكارك ببعض قبل ما نخش نحل على الدرس كله. اول حاجه احنا خدناها ايه؟ عرفنا ان ت تربيع بيساوي -1، وعرفنا ان هو لا ينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه، وعرفنا ان ت اس اي حاجه بتديني حاجه من 4 قيم: واحد ت سالب ت سالب واحد. ولو انا عايز ت اس اي حاجه، عايز القيمه بتاعتها، باخد الرقم اللي فوق ده او الاس بتاعها اقسمه على 4. اداني رقم صحيح يبقى بواحد. طب اداني حاجة و25% يبقى ت. اداني حاجة ونص يبقى -1 اللي هو ت تربيع. طب لو اداني حاجة و75% يبقى سالب ت. بس كده، ده اللي خدناه في الت، وده اللي انت هتحل بيه. بعدين دخلنا لو ت أس عدد سالب. ت أس عدد سالب ده بروح بشقلبها واحد على نفس الأس بس بالموجب بس. والواحد ده شيله واحطه حاجة من مضاعفات الأربعة فوق الأس ده، مش أقل منه، فوقيه عشان يديني رقم موجب بس كده. وبعدين خدنا حاجة اسمها عدد المركب، قلنا إن هو صورته أ زائد ب ت، وأ ده الجزء الحقيقي وب ده الجزء التخيلي، وهرينا فيه. وبعدين عرفنا تساوي عددين مركبين امتى هيتساووا: لما اساوي الجزء الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي. يبقى لو هم متساويين يبقى اساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي. اللي بعديه خدنا ايه؟ جمع وطرح عددين مركبين. انا هجمعهم واطرحهم ازاي؟ هجمع حقيقي من حقيقي وتخيلي من تخيلي. هجمع حقيقي على حقيقي وتخيلي على تخيلي. طب والطرح هطرح حقيقي من حقيقي واطرح تخيلي من تخيلي بس. ما فيهاش حاجه دي. طب الضرب، لو ضرب عددين مركبين هضرب اقواس عاديه، اقواس عاديه. بضرب ضرب توزيع، امسك الاول اضربه في القوس اللي كله، وامسك التاني اضربه في القوس التاني كله بس. وبعدين خدنا ملحوظه دي مهمه، ان لو واحد زائد او ناقص ت اس 2 نون، بقولها ان هي موجب او سالب 2 ت اس نون، اللي هو بقسم ده على الاثنين، ونون تنتمي على الاعداد الصحيحه الموجبه. في مشكله؟ مفيش مشكله. انا هنا بس بديك الملخص السريع عشان تربط افكارك، مش بشرح، انا شرحت خلاص. طب هنا العددين المترافقان، عرفنا ان العددين المترافقان دول هم اعداد مركبه، بس الجزء التخيلي هنا سالب الجزء التخيلي هنا. يعني أ زائد ب ت زائد ب ت مرافقه أ ناقص ب ت، هو الجزء الحقيقي هو بس التخيلي ده اشارته موجب يبقى ده اشارته سالب. وعرفنا ان كل الاعداد الحقيقيه مرافقها هو العدد، يعني 8 مرافقها 8، -8 مرافقها -8. وعرفنا ان مجموع الاعدادين المترافقان بيديني ضعف الجزء الحقيقي، مش هجمعهم بقى، ضعف الجزء الحقيقي على طول. طب لو طرحتهم من بعض بيديني ضعف الجزء التخيلي من العدد الاول او العدد نفسه. طب لو هضربهم في بعض بيديني أ تربيع زائد ب تربيع، يعني الجزء الحقيقي تربيع زائد الجزء التخيلي تربيع بس. ده اللي احنا عرفناه في الدرس كله، وده اللي احنا مشينا عليه كل حاجه. يعني دي الزتونه بقى، دي كانت ربطت دماغك ببعض قبل ما نخش بقى على التمارين المتنوعه. يلا بقى نخش على التمارين المتنوعه. كده احنا خلصنا الحصة وخلصنا ملخص، نخش على التمارين المتنوعة. كده يا اخويا احنا شرحنا وظبطنا الدنيا، وتمسك اي سؤال تديله بالشبشب بالشبشب، اه والله اي سؤال. انت كده فهمت المعلومة وظبطتها. والزتونة اللي احنا اديناها دي ظبطت دماغك وروقت دماغك. تعالى بقى نحل شوية تمارين متنوعة. تمارين متنوعة على يعني ايه تمارين متنوعة؟ يعني من الدرس كله، من اول حاجة احنا خدناها لحد اخر حاجة احنا خدناها، على الدرس كله بقى مربط كله ببعضه، عشان انت اما تروح بقى وتحل الواجب تلاقي الدنيا زي الفل. تعالى اول سؤال بيقول لك واحد على ت اس 15 زائد ت اس 21 يساوي نقط، ومديك في الاختيارات ا بتساوي صفر، ب بتساوي 2 ت، ج بتساوي -2 ت، ود بتساوي -ت. بص كده، هنا ت اس 15 اهي، واحد زائد ت اس 21، انا عايز ده بيساوي ايه؟ طب ما هو الواحد ده ممكن اعمله ايه؟ خلاص بقى، ما انت ترجمت الفكره. يعني تي اس 15 دي خلينا نعملها مثلا، انت عملتها تي تكعيب مثلا خلاص خليك عملتها تي تكعيب. يعني بص هنا اهو،
عملتها ت تكعيب اللي هي ت أس 15. طب بعد ما عملتها هتعملها مثلا ت تكعيب فطلعت سالب ت، فواحد على سالب ت برضو ما وصلناش. مع ان احنا هديك ملحوظه دلوقتي قويه برضو، بس خلينا نحل زي ما احنا عارفين. الواحد ده ممكن اشيله واحط ايه؟ مش ممكن اشيله واحط ت اس 16؟ صح. ليه ت اس 16؟ لان ت اس اي حاجه من مضاعفات الاربعه بواحد، وهي اكبر من 15، فاما اعمل طرح للاسس هتديني اس موجب. فت اس 16 على ت اس 15 هيديني هنا ت اهو، واطرح الاسس 16 ناقص 15 يعني واحد، فمش هكتبها، فطلعت لي دي ت. طب ت اس 21 دي اجيبها منين؟ هتقسمها على الاربعه، باخد ال 21 اقسمه على الاربعه عادي، باخد ال 21 اقسمه على الاربعه، هيطلع لي ان هو حاجه وربع. حاجه وربع دي معناها ايه؟ حاجه وربع معناها ان هي ت، صح؟ يعني خد ال 21 اقسمها على الاربعه هيطلع لك 5 وربع. 5 و25 من 100 يعني. حلو، ف 25 من 100 دي هنترجمها ان هي ت، فت زائد ت اللي هو 2 ت. بس كده اللي هو الاختيار رقم ب. حليت السؤال بمرونه وجميل عادي. خش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك اذا كان نون تنتمي لصاد او نون العددات الصحيحه يعني، فان ت اس 4 نون اهو. بيقول لك ان ت، نطلع بيه شويه، ت اس 4 نون زائد 42 ده بيساوي ايه؟ اول واحد ده بواحد، خلصت خلاص، لان انا هنا هقولها ان هي ت اس 4 نون في ت اس 42. صح ولا مش صح؟ صح. طب ت اس 4 نون ده يعني ت اس حاجه من مضاعفات الاربعه، خلاص بقى بواحد. صح صح. امسح دي، بقى بواحد في ت اس 42. اما اقسم ال 42 على الاربعه هيطلع لك 10 ونص. 10 ونص معناها ايه؟ ماليش دعوه بالعشر، طلع ونص معناها ايه؟ طلع ونص دي يعني هي ت تربيع، وت تربيع بكام؟ بسالب واحد. فواحد في سالب واحد يديني كام؟ سالب واحد، اللي هو الاختيار رقم ب. شايف الاسئله جميله ازاي؟ مادام انت فاهم وخلاص، وهقسم على الاربعه وبتاع واطلع، وانا عارف ان نص 4 نون ده من مضاعفات الاربعه فهيساوي واحد، خلاص انا فاهم هحل بسرعه مش موضوع. خش على اللي بعده يا عم. سؤال رقم 3. أنا يقول لك المعكوس الجمعي للعدد المركب 4 ناقص 7 ت. عايز المعكوس الجمعي ليه؟ المعكوس الجمعي غير المرافق، وانا نبهت عليها في الشرح ان المعكوس الجمعي بغير اشاره كله. يعني المعكوس الجمعي ده هيبقى سالب 4 زائد 7 ت. ده المعكوس الجمعي. طب لو يعني كده فين الاختيار؟ سالب 4 زائد 7 ت اللي هو ده، اللي هو الاختيار ب. كده انا حليت السؤال وخلاص وخلصت. طب لو كان قال لي عايز المرافق، المرافق كان هيبقى 4 زائد 7 ت. ده المرافق. ده المرافق ان انا غيرت اشاره العدد التخيلي، انما ده اسمه المعكوس الجمعي ان انا غيرت الاشارات دي كلها، فاداني اللي هو الاختيار رقم ب. بس تبقى عارف ان ده هو ايه؟ ده المرافق. خش على اللي بعده. خش يا اخويا على السؤال رقم 4. بيقول لك مرافق العدد 2 زائد ت لكل تربيع. يعني عايز مرافق العدد ده اللي هو 2 زائد ت لكل تربيع. وانا عشان اجيب لي ده المرافق اعمل ايه؟ عايز احطه على صوره ا زائد ب ت. عشان اقول المرافق ان انا هنزل الالف زي ما هي اللي هو الجزء الحقيقي زي ما هو، وهغير اشاره الجزء التخيلي عشان ده يبقى ده المرافق، ما عملتش حاجه. طب عشان ده احطه على صوره ا زائد ب ت اعمل ايه؟ هربع خلاص. يعني هفك قوس التربيع، يعني ان انا اربع الاول 4 زائد اربع الاول اللي هو ت تربيع بسالب واحد، ف4 ناقص واحد يعني 3. يبقى شيل ده ونعملها 3. كده انا ربعت الاول وربعت التاني، زائد 2 في الاول في التاني. 2 في 2 ب4، 4 في ت يعني زائد 4 ت. هل اللي طلع ده هو المرافق؟ لا، اللي طلع ده العدد. ده العدد اللي هو ده.
انا بسطته بس عشان اخليه في شكل الف زائد ب ت. فعشان اجيب له المرافق هغير اشاره الجزء التخيلي، فهيبقى 3 وده التخيلي اهو اللي هو زائد 4، فهتبقى ايه؟ هتبقى ناقص 4 ت. بس كده، هو ده ايه؟ المرافق اللي هو 3 ناقص 4 ت اللي هو الاختيار رقم د. بس كده، ولا في اي مشكله. لو خدتها بالراحه هتلاقي الموضوع ماشي تمام. خش على اللي بعده. السؤال رقم 5 بيقول لك ايه بقى يا اخويا؟ عايز جذر -9 في جذر، اقول لك انا عايز جذر -9 في جذر -9. ده بيساوي ايه؟ خلاص بقى احنا عرفنا اللعبه. لو انا معايا جذر وتحتيه رقم سالب بنعمل ايه؟ بشيل دي -9 دي اكنها 9 في -1. يعني كده اهي، نعملها لك بالراحه اهو، اكنها 9 في -1. والسالب 1 دي هي ت تربيع. هي ايه؟ هي ت تربيع. فجذر 9 ت تربيع، جذر ال9 ب3 وجذر الت تربيع bt. احنا هنا جبنا ايه؟ جبنا 3 ت خلاص اللي هو جذر -9. تمام. طب التاني ده خلينا نعمله بالراحه يا عم اهو. خلينا ناخده على جنب ده كده، تعال نفصصه على جنب. ادي جذر اهو، -1/9 يعني هعملها 1/9 في -1، يعني هتساوي جذر 1/9 في ت تربيع اللي هو -1. صح؟ صح. بعدين هوزع الجذر، جذر التسع يعني تلت اهو. طب وجذر الت تربيع بت، فتلاتة ت في تلت ت، 3 في تلت يعني 1. طب ت في ت بت تربيع يعني -1، فواحد في -1 يعني -1 اللي هو الاختيار رقم ج. بس ما فيهاش اي مشكله. خش على اللي بعده. رقم 6. رقم 6 بيقول لك ايه؟ اهو بيقول لك -2 ت الكل تكعيب في -3 ت الكل تربيع. خلاص بقى، خلاص بقى، دي عبيطة خالص. -2 ت الكل تكعيب في -3 ت الكل تكعيب. هل ممكن اقدر اقول -2 ت؟ يعني هل اقدر اجمع الاسس؟ لا، هو الاساسات مش واحده، فلازم دي لوحدها ودي لوحدها. فانا هعمل دي لوحدها سالب، يعني كده مش التلاته دي هتنزل على -2 وتنزل على الت، لان الاسس بتوزع في الضرب والقسمه. حلو حلو. -2 الكل تكعيب يعني -8، وت تكعيب يعني -ت. فاما اضرب -8 في -ت يديني موجب 8 ت. كلام محترم. فدي بقت 8 ت في دي التربيع ده هينزل هنا وينزل هنا. طب 2 -3 تربيع يعني 9. طب ت تربيع يعني -1، فدي هتبقى -9. ف8 في -9 يعني -72 في ت يعني -72 ت اللي هو الاختيار رقم ب. بس كده. فيها مشكلة ولا فيها أي مشكلة؟ خش على اللي بعده. دي تمارين بتربط لك الدرس كله ببعضه عشان انت لما تخش تحل الواجب ما تلاقيش مشكله. بص اللي بعده بيقول لك ايه؟ اللي بعده بيقول لك عايز 12 ناقص 5 ت أس 17 ناقص 7 ناقص جذر -81. ده بيساوي ايه؟ بص، مش انا هنا هطرح عددين مركبين من بعض، يعني هطرح الحقيقي من الحقيقي والتخيلي من التخيلي. كلام جميل. طب انا هنا دي ممكن ابسطها شويه. طب ما انا اهي 12 اهي ناقص 5. طب الت اس 17 دي لو قسمتها على الاربعه تطلع لي، تطلع لي 4 وربع اللي هو 4 و25 من 100. ف25 من 100 دي تمثل لي ايه؟ تمثل لي اللي هي ت.
ف12 ناقص 5 ت، بس كده. كده انا كتبته بالصوره اللي انا اعرف اطرحهم بقى من بعض واعرف اجمعهم من بعض، الصوره اللي انا بحبها. طب دي ناقص اهو، سيب السبعه زي ما هي وناقص زي ما هو. دي جذر سالب 81، دي نعملها ازاي؟ ما خلاص بقى عملناها 60 مرة، اعملها لك تاني. فدي هتبقى جذر 81 في سالب 1، يعني هتساوي جذر 81 في ت تربيع. صح ولا مش صح؟ صح، عشان يعني سالب 81 دي هي 81 في سالب 1. فجذر 81 9، وجذر الت تربيع ت، يبقى بقى لي ايه؟ 9 ت. بس كده يا عم. كده بقى انا اقدر اطرحهم من بعض، اقدر اجمعهم، اقدر اضربهم، اقدر اعمل فيهم اللي انا عايزه. فكده 12. كده بقى احنا وصلنا للصوره اللي احنا بنحبها، اجمع اطرح اعمل اللي انت عايزه. 12 ناقص 7 يعني 5، وبعدين سالب 5 ناقص سالب 9. قلت لك خلي بالك من اشاره السالب، يعني هنا سالب 5 اهي، والاشاره السالب اهي موجوده، وبعدين سالب 9، يعني بقت سالب 5 زائد 9. سالب 5 زائد 9 مش ناقص 9، يعني 4. يبقى موجب 4 ت. كده بقت 5 زائد 4 ت. هو كان عايز ده بس كده، اللي هي فين؟ 5 زائد 4 ت اللي هو الاختيار رقم ج. بس كده، ولا فيها أي مشكلة. خش على السؤال اللي بعده. أنت أصلا هتلاقي إنك بتحل الأمثلة دي قبلية، يعني أنت وأنت بتتفرج على الفيديو دلوقتي وقف كده السؤال هتلاقيك بتحله قبلي، عشان أنت خلاص فهمت الموضوع ماشي إزاي. خش على اللي بعده. بيقول لك اذا كان س وص عددين حقيقيين، ماشي، وكان، بص بقى دي، قال لك وكان اهو، اكتبها لك هنا اهو، س زائد ت ص تساوي ت اس 42 زائد 3 جذر سالب 4. فإن س زائد ص، هو عايز بقى س زائد ص دي بكام؟ طب وانا عشان اجيب س زائد ص دي محتاج اجيب السين واجيب الصاد واجمعهم على بعض. طب انت شايف ايه هنا بقى؟ مش ده عدد مركب وده عدد مركب، سويناهم ببعض، يبقى انا هعمل ايه؟ هساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي. بس خلينا نبسط ده الاول، او نجيب ده على شكله النهائي. يعني هنا اهي س زائد ت ص سيبها زي ما هي. طب خلينا نبسط ده نجيبه على شكله النهائي. مش دي ت اس 42؟ طب ما انا عارف ان ت اس 42 انا هاخد ال 42 اقسمها على 4 هتطلع لي 10 ونص. 10 ونص معناها ايه ونص دي؟ ونص ان هي ت تربيع، وت تربيع بكام؟ بسالب 1 اهو، زائد 3 جذر سالب 4. يعني اعملها ايه؟ اهي التلاتة سيبك منها، خلينا في جذر سالب 4، يعني جذر 4 ت تربيع، يعني جذر الأربعة 2 وجذر الت تربيع ت، يعني دي ب2 ت في 3 ت، في قصدي في 3 يعني 6 ت. بس كده. يبقى أنا عملت الجذر سالب 4 لوحديها أهي، بقى 2 ت، أضربه في 3 بقى 6 ت، كده بقوا على الشكل اللي أنا عايزه والشكل اللي أنا بحبه. كده هساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي. فين الحقيقي هنا؟ س، وفين الحقيقي هنا؟ سالب 1. كده س بتساوي سالب 1، كلام محترم. طب فين التخيلي هنا اللي هو الصاد؟ طب فين التخيلي هنا؟ 6، يعني الصاد بتساوي 6. كده طلعت السين وطلعت الصاد، عشان انا عارف ان هم عددين مركبين متساويين، يبقى هساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي بس. كده انا عايز بقى س زائد صاد، يعني سالب 1 زائد 6، يعني 6 ناقص 1 يعني كام يا اخويا؟ 5 اللي هو الاختيار رقم ب. بس كده. يعني هشيل السين هنا اهو واحط سالب 1 زائد الصاد اللي هي 6، فهتديني كام؟ 5 اللي هو الاختيار رقم ب. بس كده. خش على اللي بعده. قال لك كل الأعداد الآتية غير حقيقية ما عدا، يعني كل ده غير حقيقي، كل ده غير حقيقي ما عدا إيه بقى؟ تعالى نمشي عليهم واحد واحد. خلينا نمشي على ده الأول، اللي هو 1
زائد ت أس 4. هو قال لك إن كلهم غير حقيقيين ما عدا واحد. الواحد ده احنا عايزين نطلعه بقى، نشوفه أنهي اختيار من دول. 1 زائد ت أس 4 دي كنت بتعملها إزاي؟ مش كنت بتقول إن دي هتساوي 2 ت أس 2 ولا إيه؟ يبقى 2 ت واقسم ده على الاتنين واخده هنا، يبقى 2 ت أس 2. ف2 أس 2 4 وت تربيع بسالب 1 يعني دي سالب 4. سبحان الله أنا طلعت مرزق مرزق والله. فالإجابة هتبقى رقم ألف، مرزق. بس خلينا نكمل دول ونقول هم دول غير حقيقيين ليه. ماشي؟ انت خلاص حلينا وعرفنا ان احنا ناس مرزقه وناس امنا ده عيالنا، وعرفنا ان رقم الف هي الاجابه الصح. خلينا نعرف ده غير حقيقي ليه. ما هو غير حقيقي ده معناه ان هو فيه ت، صح. طب تعالى هنا اهو، جذر سالب 8 ده بيتعمل ازاي؟ 8 في ت تربيع، يعني جذر 8 ت. يبقى ده مش معانا، هو عايز الغير حقيقي، يعني كل اعداد هي غير حقيقيه، كلهم غير حقيقيه ما عدا واحد اللي احنا طلعناه، فده غير حقيقي. تعالى لده ت تكعيب، خلاص انا عارفها ان هي سالب ت، فبرضه ده مش معانا. طب ده سالب باي تربيع، سالب باي تربيع دي معناها ايه؟ ان هي هتبقى باي تربيع والسالب ده اللي هو سالب 1 احطه ت تربيع، فجذر باي تربيع يعني باي وجذر الت تربيع يعني ت، برضه ده مش معانا. فكده عرفنا ان الثلاثه الاختيارات دول غلط، هو ده الصح بس الوحيد اللي معايا ان هو قال لك كل اعداد غير حقيقيه ما عدا واحد اللي هو ده اللي هو طلع لي بسالب 4 اللي هو الاختيار رقم الف. بس كده، خش على اللي بعده. الملحوظه هي اللي انت قلتها مش انا اهي. بيقول لك اذا كانت الف وب وج ود 4 اعداد صحيحه متتاليه، فان ت اس الف زائد ت اس ب زائد ت اس ج زائد ت اس د 4 اعداد صحيحه متتاليه، واجتهاد دي ملحوظه احنا قلناها دي بصفر، صح ولا مش صح؟ بس لازم أن يكونوا ايه؟ 4 اعداد متتاليه صحيحه موجبه، 4 اعداد متتاليه صحيحه موجبه، لازم يكون 4 اعداد متتاليه صحيحه موجبه. قلت لك 60 مره اهو. كده اللي هي هتبقى بكام؟ بصفر. خش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك اوجد قيمة ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة. إحنا عايزين كل واحد من دول في أبسط صورة. أول واحد أكتبه لك أهو، 2 ناقص 5 ت لكل تربيع. أنا عايز ده في أبسط صورة، قدامي حاجتين، أعمل إيه؟ يا إما أضربه في بعضه ضرب توزيع، يا إما أفك قوس التربيع اللي هو إن أنا أربع الأول 4، أربع التاني اللي هو إيه؟ اللي هو 5 ت، أما أربعه 25 ت تربيع، 25 ت تربيع والت تربيع بسالب 1 فتبقى سالب 25. يعني أنا ربعت التاني اللي هو 5 ت، 25 ت تربيع والت تربيع بسالب 1 فتبقى سالب 25. وبعدين 2 في الأول في التاني، 2 في 2 ب4، 4 في سالب 5 ت يعني سالب 20 ت، ف4 ناقص 25 يعني سالب 21، سالب 21 اهي، 4 ناقص 25 يعني سالب 21، وهنا تنزل زي ما هي اللي هي سالب 20 ت. بس يعني كده عملتها في ابسط صورة. فيها مشكلة؟ والله ولا فيها مشكلة، والدرس جميل وممتع. خش على اللي بعده. بيقول لك بقى عايز ده برضه في ابسط صورة. طب قبل ما نضرب، ما احنا برضه يعني قبل ما نضرب محتاج ايه؟ محتاج اخلي كل ت دي على حاجة انا عارفها، او اوصلها لابسط صورة ليها يا عم. يعني بص دي هتبقى ايه؟ 1 زائد 2 ت تربيع. طب ما انا عارف ان الت تربيع دي بسالب 1، فواحد ناقص 2 يعني سالب 1. شايف القوس ده كله؟ القوس ده كله بقى بسالب 1 عشان عارف ان ت تربيع بسالب 1. طب القوس التاني في 2 زائد 3 ت أس 5 دي اللي هي ايه؟ ت أس 5 يعني اقسمها على 4 يعني هتطلع لي حاجة وربع،
حاجة وربع دي يعني ت. كلام جميل. طب زائد 4 ت أس 6. 4 ت أس 6 اهي 4 ت أس 6 يعني هتساوي 4 ت أس 6 دي بكام؟ اما اقسمها على 4 تطلع لي حاجة ونص. حاجة ونص دي يعني ت تربيع، يعني بكام؟ يعني بسالب 1. ف4 في سالب 1 يعني سالب 4، يبقى دي كلها بسالب 4. شفت الموضوع سهل ازاي؟ بقت سالب 1 اهي مضروبة 2 ناقص 4 يعني سالب 2، والتلاتة ت موجودة زي ما هي. هضرب سالب 1 هنا بس خلاص. سالب 1 في سالب 2 يعني 2. سالب 1 في موجب 3 يعني سالب 3 ت. بس كده يا عم خلصنا الموضوع. الموضوع بسيط وسهل. خش على اللي بعده. بيقول لك ضع كل مما يأتي. ماشي. بيقول لك ضع كل مما يأتي على صورة أ زائد ب ت، وجايب لي مقام. وعايز احطهم على صورة أ زائد ب ت، يبقى انا عايز المقام ده عدد ما فيهوش ت. عدد ما فيهوش ت يعني اضرب في المرافق بتاعه، بس مش هينفع اضرب في المرافق بتاعه في المقام بس، اضرب في البسط والمقام. طب خلينا اول واحد ده. عندنا أ اهو. أ ده مديهولنا شكله عامل كده 3 زائد 2 ت و 2 ناقص ت، وتحت 3 زائد ت. ها نعمل ايه؟ قبل ما نضرب في المرافق ما احنا ممكن نبسط ده، صح ولا مش صح؟ يعني ده 3 زائد 2 ت وده 2 ناقص ت، طب ما تيجي نضربهم الاول بعد كده نبقى نضرب في المرافق. تعالى يا عم نضربهم. ها نعمل ايه؟ هضرب ده ضرب توزيع، ادينا بنرجع اهو. همسك ده اضربه هنا وهنا، وامسك ده اضربه هنا وهنا، هنا وهنا، وده هنا وهنا. ف3 في 2 6، و3 في سالب ت يعني سالب 3 ت. كلام جميل. وبعدين 2 ت في 2 4 ت. تمام. وبعدين 2 ت في سالب ت، موجب في سالب بسالب، يعني هنا سالب 2 موجب 2 ت في سالب ت موجب في سالب بسالب 2 وت تربيع. وت تربيع بكام؟ بسالب 1. فسالب 1 في سالب 2 يعني موجب 2. ادي بعملها كل حاجه بالراحه اهو. كده بقى ده 6 زائد 2 يعني 8، وهنا سالب 3 ت زائد 4 ت يعني ت. كده بسطتها احسن في البسط، بدل ما انا اضرب ده كله في المرافق، لا انا خليتهم حاجه واحده عشان اضربها في المرافق. فكده بقى ده كله ب 8 زائد ت، يبقى انا اقدر امسح ده بقى 8 زائد ت. بس خلاص امسح لك بقى اللي فوق دي. طب وتحت كان 3 زائد ت عادي. كده انا بسطت المساله احسن، خليتها شكلها الطف من ان انا اخلي فوق قوسين. بس خلاص عايز بقى اعملها على صوره ا زائد ب ت زي ما هو قال لي في السؤال. هعمل ايه؟ هضرب في المرافق المقام، بسط ومقام. مرافق المقام كام؟ اغير اشاره التخيلي، 3 زائد ت تبقى 3 ناقص ت، وهنا 3 ناقص ت. ها ضرب توزيع تاني. 8 دي 3 اهي، 8 في 3 24، وبعدين 8 في سالب ت سالب 8 ت، وبعدين ت في 3 بموجب 3 ت. خلاص بقى احنا عارفين احنا عدنا عليها 60 مرة، نعملها سريع شوية. وبعدين ت في سالب ت بموجب 1. ليه؟ عشان سالب ت تربيع، والت تربيع بسالب 1، فسالب 1 في سالب بواحد. فهنا 24 زائد 1 يعني 25. نكتبها على جنب اهو عشان لما نمسحها نفتكرها. 24 زائد 1 25، وسالب 8 ت زائد 3 ت يعني سالب 5 ت. ده كده البسط انا خلصته اما ضربت ده بده بقى 25 ناقص 5 ت، يبقى انا اقدر امسح ده اهو واقول ان هو البسط بقى 25 ناقص 5 ت، وانت طلعتها معايا. امسح ده. كده ناقصني ان اضرب المقام. هل هضرب المقام ضرب توزيع يا ابن الحلال؟ لا. اعمل ايه؟
دول مرافق، ده مرافق ده. يبقى انا هعملها ازاي؟ ده تربيع زائد ده تربيع زائد الواحد تربيع، يعني الجزء الحقيقي 3، الجزء التخيلي 1. 3 تربيع 9، 1 تربيع 1، 9 زائد 1 10. فبقى بيساوي ايه؟ 25 على 10 ناقص 5 على 10 ت. ممكن نبسطها اكتر من كده، ان انا اقسم هنا على الخمسة فيها الخمسة، وهنا على الخمسة فيها الاتنين، فبقت بتساوي 5 على الاتنين ناقص، اقسم هنا على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها الاتنين، يبقى ناقص 1 على الاتنين ت. لا دي ناقص، يعني دي 5 على الاتنين ناقص 1 على الاتنين ت، بس كده. يعني لحد هنا انت تمام، بس انا بسطت بس. 25 على الخمسة فيها الخمسة، و10 على و10 على الخمسة فيها الاتنين اهي، بقت 5 على الاتنين، وهنا على الخمسة فيها الواحد، وهنا على 10 على الخمسة فيها الاتنين، بقت سالب نص ت، بس كده. يبقى انت عرفت المرافق فايدته ايه، وبستخدمه امتى، وبضربه ازاي، والكلام ده. دي هسيبها لك انت دي. 1 على 1 زائد ت لكل تربيع، اعمل ايه؟ هفكهم. هفك ده اللي تحت واضرب في المرافق بسط ومقام، بس مش هعمل حاجه. دي حلها انت. دي بقت 1 على 1 زائد 2 ت لكل تربيع. نشط دماغك كده، وقف الفيديو وحلها. خش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك خلاص هانت اهو، فاضل لنا كام سؤال وخلاص هانت. بص يا عم، بيقول لك برضه انا هحل لك واحد من هنا وانت حل التاني. بيقول لك اوجد قيمتي س وص اللتين تحققان كل من المعادلات الاتيه، وس وص اعداد حقيقيه. ماشي. فين اول معادله يا سيدي؟ اول معادله اهي رقم الف. بيقول لك س تربيع ناقص ص تربيع زائد، هنا س زائد ص ت بتساوي 4 ت. كلام جميل. عايز قيمة س وص، مش دول عددين مركبين سويتهم ببعض، يبقى هساوي أم الحقيقي بأم الحقيقي، وأم التخيلي بأم التخيلي. صح ولا مش صح؟ صح. فين الحقيقي؟ أهو 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 الحقيقي أهو، اللي هو س تربيع ناقص ص تربيع، صح؟ هنا الحقيقي بكام؟ ها يا أخوي؟ بصفر. مش هنا ده هو عدد مركب بس جزءه الحقيقي بكام؟ بصفر. يعني س تربيع زائد ناقص ص تربيع بيساوي صفر، عشان ده جزء حقيقي سويته بالجزء الحقيقي. من هنا ممكن اقول ان س، ممكن احللها فرق بين مربعين، يعني س ناقص ص وس زائد ص، دول بيساوي صفار، صح؟ يعني يا اما ده بيساوي صفر يا اما ده بيساوي صفر. طب خلينا نجيب الجزء التخيلي كده الاول. خلينا نجيب الجزء التخيلي. هو التخيلي فين؟ مش هو ده؟ ده اهو 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 س زائد ص. فين الجزء التخيلي هنا؟ 4. يعني س زائد ص بقى بيساوي 4. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني انا هشيل ده واحط 4. انت فاهمك في ايه؟ اهو ماشي. اشيل ده واحط 4. شلت ده وحطيت 4، لان ده قيمته، ده قيمة السين زائد ص. ف4 س، او 4 يا عم اهو، س ناقص ص، كل ده بيساوي صفر. يعني س ناقص ص بتساوي صفر. اما قسمت هنا على 4 وهنا على 4، يعني السين بتساوي ص. طلعت ان السين بتساوي ص. معناها ايه بقى ان السين بتساوي ص؟ ما هو س زائد ص ب4. بالعقل كده يعني السين بكام؟ ب2. والله جدع. يعني السين ب2 والص ب2، بس خلاص عشان السين بتساوي الص، وان هو قال لك ان س زائد ص ب4، يبقى السين تساوي 2 والص تساوي 4. تساوي 2 برضه. احنا اتجننا ولا ايه؟ ماشي. 2 اهي. ماشي يا اخويا؟ ماشي يا اخويا. عرفنا ان عددين مركبين سووا بعض، يبقى الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي. دي تعرف تعملها ولا صعبة عليك؟ ولا كوتي موتي؟ لا سهلة عليك دي. 1 على 2 زائد ت، هضرب في المرافق فوق وتحت، طلعت العدد اساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي، جبت س وص بس. دي معاك برضه. كده انت خدت مثالين بس، ما تزيدش. خش على اللي بعده.
1 زائد ت أس 2020. الله الله. تخيل بقى إن ده مستويات عليا. بص، 1 زائد ت أس 2020. تخيل إن ده مستويات عليا العير ده. ما أنا عارف إن 1 زائد ت دي وأس حاجة كبيرة، أنا بعرف أخليها تربيع بس، أو أعرف أفك القوس التربيعي بس. وإحنا خدنا ملحوظة لدي إن أنا هقول إن هي 2 ت أس ده على 2، ده على 2 يعني 1010. يعني بقت بتساوي 2 أس 1010 في ت أس 1010. فت أس 1010 دي تقبل على 4. فكده خلاص كم؟ ونص. يعني اما اقسم دي على 4، اما اقسم 1010 دي على 4 يطلع لي 252 ونص او حاجه ونص. انا ماليش دعوه بالحاجه دي. فطلع لي حاجه ونص، دي معناها ان دي بقت بكام يا اخويا؟ بسالب 1. فطلع سالب 2 أس 1010. أنا طلعت الإجابة صح؟ دي إجابتك. تعال نبص في الاختيارات كده. إجابتي اللي أنا طلعتها هي سالب 2 أس 1010. دي إجابتي. الاختيارات بقى، أول اختيار قال لك 1 ناقص ت أس 2020. التاني 2 أس 1010. خلينا نشطب عليهم كده. ده أكيد مش معايا لأن أنا طلعتها بالسالب مش بالموجب. وهنا ده برضو أكيد مش معايا أكيد. وده اللي هو ت أس 2020، ما هو ده برضه مش معايا. طب تعالى نجرب ده بقى، اللي هو الاختيار رقم أ ده. تعالى نجربه كده. مش هو ده، ما هو 1 ناقص ت أس كام؟ أس 2020. يعني ده هيساوي سالب 2 ت أس 1010. بص يا أخويا، هنا بقت، هنا كانت سالب فعملتها هنا إيه؟ سالب 2 ت أس 1010. طب دي كانت موجب بقت 2 ت أس 1010، ودي كانت في الملحوظة اللي كانت في الشرح وقلتها لك بالزتونة. فهنا دي هتساوي إيه؟ هوزع بقى ال 1010 بقى سالب 2 أس 1010. صح؟ صح. في ت أس 1010. كلام محترم. طب ت أس 1010 دي بكام؟ مش احنا قلنا إن هي بسالب 1؟ والله قلنا إن هي بسالب 1. يعني ده اللي هو يطلع لك 252 ونص، والنص دي اللي هي ت تربيع، وت تربيع بسالب 1. فالمفروض هتبقى سالب 2 أس 1010 في كام بقى؟ في سالب 1. مش ده أس زوجي اللي هو 1010 ده؟ يعني المفروض هيطير السالب ده، السالب ده ملوش دعوة بيه. مش انا لما كنت بقول لك سالب 2 تربيع بكام؟ ب4. انت بصيت للسالب؟ لا. فالاس الزوجي ماليش دعوه بالسالب، الاس الزوجي هيطلع موجب على طول. فيعني لما قلت لك سالب 1 تربيع ب1، سالب 3 تربيع ب9. صح ولا مش صح؟ صح. فده هو اللي هو 2 أس 1010. اضربه في سالب 1 يبقى اداني سالب 2 أس 1010. هي القيمه دي اللي انا كنت عايزها. فاصبح ان ده هو ده. يبقى الاختيار الصح اللي هو ايه؟ اللي هو ده. سؤال قتال. يبقى ده، انت لما طلعت الاجابه دي انت ممكن تشك في نفسك. يعني انت ممكن تقول ان سالب 2 أس 1010 دي ما لقيتهاش في الاختيارات. ايه ده بقى؟ انا لا، ما دام ماشي صح خليك واثق في نفسك. انا هنا كنت مطبق كل حاجه صح، فلقيت الاجابه دي، فاستبعدت دي واستبعدت دي واستبعدت دي، لان دي ما فيهمش حاجه نفكها. مش هوصل لحاجه جديده، هو الحاجه دي اهي، فمش هوصل لحاجه جديده. انما ده لو كنت افكه كنت هوصل لحاجه جديده. فهشوف بقى هيساوي ايه. طلع لي ان هو ده هو ده. يبقى ده بيساوي ده، اللي هو الاختيار رقم أ. بس كده. خش على اللي بعده. سؤال رقم 15 هاني. طب خلاص فاضل سؤالين. سؤال 15 بيقول لك عايز مرافق العدد 2 زائد ت أس سالب 1. المرافق بتاعه بيساوي ايه؟ عايزين نجيب المرافق. انا قلت لك ان انا لو أس سالب، اي حاجه بأس سالب انزلها تحت بأس موجب. هي أس سالب 1 يبقى تبقى 1 على 2 زائد ت. بس كده. اللي هو الكل أس 1 يعني، بس احنا ما بنكتبوش. فانا عايز مرافق ده. طب هو انا عشان اجيب مرافق ده اعمل ايه؟
مش محتاج صورته على أ زائد ب ت. خلاص يبقى اضرب في المرافق بتاع المقام بسط ومقام اللي هو 2 ناقص ت، وهنا 2 ناقص ت. فالبسط 1 في 2 ناقص ت يعني 2 ناقص ت. طب المقام هضرب ضرب توزيع تاخد 100 قلم. دول يا اخويا مترافقان، يبقى الاول تربيع او الحقيقي تربيع اللي هو الاثنين تربيعها 4 والجزء التخيلي بواحد تربيعه 1. 4 زائد 1 5. فبقى العدد 2 على 5 ناقص 1 على 5 ت. ده العدد او هو ده العدد، هي مش هتفرق. بس انا عشان اجيب المرافق بتاعه بغير اشاره الجزء التخيلي. اشاره الجزء التخيلي هنا ايه؟ سالب، فتبقى ايه؟ موجب اللي هو 2 زائد ت على 5. بس كده. يعني انا كتبته كده وممكن كنت اكتبه كده اللي هو ان انا ابسطه يعني، بس مش هتفرق. خش على اللي بعده. كده عرفنا ده مرافق ده مرافق ده. اللي انا عملته الاول ده كنت ببسط العدد عشان اعرف اجيب المرافق. السؤال اللي بعده بيقول لك واحد. الله 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 الله. بص بقى بيقول لك ايه؟ 1 زائد ت في 1 زائد ت تربيع في 1 زائد ت تكعيب في 1 زائد ت أس 4 مكمل لحد 1 زائد ت أس 100. انت تشوف السؤال ده يع ايه ده؟ ده قرف. بص دي بكام دي؟ بسالب 1. سالب 1 زائد 1 يعني 0. ضربت كل ده في 0 يعني اجابه كام؟ 0. اهو 0. ايه؟ طب انت علقت اهي 0. شفت؟ 0. من دي بس عرفت ان ت تربيع بتساوي سالب 1. فسالب 1 زائد 1 0. هضرب بقى هضرب مليون حاجه فيها هو الناتج 0. خلاص مش هتتغير. خش على اللي بعده. اخر سؤال وختامها مسك. بص السؤال عامل ازاي، شكله يقرف. بص يا راجل يا محترم، ختامها مسك. بص بقى السؤال ده ايه ده برضو تاني خلوص. خش على اللي بعده. ده بقى شفت الصوره اللي نزلت على البيج؟ الناس دي قلبها حلته، اللي حلته خدت 100 جنيه. بس انت هديك هتنزل السنتر ونشوف بقى في الحصه الثانيه هتاخد ولا هنعمل ايه. بص يا اخويا بيقول لك اذا كان الف. اتعلم بقى وانت بتقرا المساله، المسائل اللي فيها مجهوله عامه اتعلم انت وانت بتقرا المساله كل سطر تطلع منه حاجه. يعني السؤال ده مستويات عليا وتقيل ماشي، انت مش مطالب منك على فكره انك تحله، مطالب بعد ما تخلص الواجب وتشوف افكارك تحله. بس هم حلوه بعد الحصه على طول فخلاص كتر خيرهم، ناس محترمه. خلينا نقرا سطر سطر ونقرا حته حته ونفصص السؤال. بص على دي. بص على دي كده اهي. دي اطلع منها كذا حاجه. دي اطلع منها بص، مش الب اصغر من الصفر والالف اصغر من الب يعني برضه اصغر من الصفر. كده انا طلعت من هنا ان الالف والب. اكتبها لك ازاي يا عم؟ اكتبها لك بالسالب اهو، بالسالب. يعني الف وب دول اعداد سالبه عشان هم اصغر من الصفر. دي اول سطر انا عرفته فيها. وعرفت برضو ان الجيم اكبر من الصفر، فعرفت ان جيم دي عدد موجب. كلام محترم. يبقى من اول سطر ده انا عرفت ان الف وب سالب وجيم موجب. خلاص كمل. قال لك والف وب وجيم اعداد حقيقيه ماشي. وكان. بص بقى لك وكان ايه؟ نرفع دي شويه. وكان جذر. برضو انت مجنونه. جذر اهو ب جيم ناقص الف زائد جذر الف ب بيساوي كام؟ بيساوي 2 زائد 3 ت. عايز ب ج. ب ج بيساوي ايه؟ هو قال لك ان ده بيساوي ده وعايز ب ج، وعرفت ان الف وب ارقام سالبه والجيم عدد موجب. ماشي. خلينا نمشي بقى بالراحه ونفصص الدنيا. خلينا كده نوزع الب جوه. مش انا دول بص من بدايه السؤال. مش انا لقيت عدد وده عدد مركب، فده المركب ده هيساوي ده لما يكون الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي والجزء المركب او الجزء التخيلي بيساوي الجزء التخيلي. بس النقطة هنا ان انا ما اعرفش اصلا مين الجزء الحقيقي ومين الجزء التخيلي. دي نصيبة. يعني هنا ده وده انا ما اعرفش اصلا مين هما الجزء الحقيقي والجزء التخيلي.
عارف لو اعرف يعني لو عرفت ان ده الجزء الحقيقي هساويه ب2، وعرفت ان ده الجزء التخيلي هساويه ب3 وخلص الموضوع على كده. بس انا ما اعرفش اصلا. بس لان الف وب سالب والجيم موجب ده هيعرفني بقى. يعني بص، لو انا كتبت دي كده اهي، هضرب بس الب جوه، هضرب ب هنا وب هنا، بقى ب ج ناقص ب الف ماشي، زائد جذر الف ب، ده بيساوي 2 زائد 3 ت ماشي. ب وجيم، ب وجيم، ب عدد ايه؟ اهو سالب، والجيم عدد ايه؟ موجب. فاما اضرب موجب في سالب يديني ايه؟ سالب. يعني دي بقى الجذر هنا في عدد سالب. مالكش دعوه هو ايه، المهم ان هو عدد سالب. مالكش دعوه بقى. انا ضربت الب في الجيم، الب سالب والجيم موجب، فاما اضرب موجب في سالب اداني سالب. بعدين سالب، بص هكتب لك بالاحمر اهي، سالب دي اللي هي هنا اهي ماشي. وبعدين ب في الف، طب ما هو ب في الف فين؟ ما هو ب سالب، ب سالب والف سالب، اما اضرب سالب في سالب يديني ايه؟ موجب. يديني موجب، يعني يديني رقم هنا موجب. موجب صح ولا مش صح؟ صح. فبقى ده، فلما اضرب السالب في الموجب هنا فهيبقى سالب. فعدد سالب ناقص عدد سالب وش هيديني عدد سالب. يعني بص، سالب 3 ناقص 2 اداني كام؟ سالب 5. طب سالب 1 ناقص 4 اداني سالب 5. طب سالب 2 سالب 6 اداني سالب 8. فعدد سالب وقلت ناقص رقم موجب اكيد هيديني عدد سالب، اكيد عدد سالب. فمعناها ان تحت الجذر عدد سالب. معناها ايه؟ معناها ان ده هو ده الجزء التخيلي. مش انا لما يبقى تحت الجذر عدد سالب بيطلع لي فيها ت، فلما يطلع لي فيها ت معناها ان ده هو الجزء التخيلي بس كده. يعني ده، يعني انا كل اللفه اللي لفتها دي ان عشان اعرف ان ده هو الجزء التخيلي، عشان اعرف اساويه بايه من دول. طب الف في ب ده اتشكلنا كده عليه، الف وب، الف وب الاتنين سالبين، فاما اضرب سالب في سالب اداني موجب، فبقى تحت الجذر موجب، دي خلاص دي تمام، فبقى ده عدد حقيقي. خلاص حليت السؤال على فكره. انا بس ده كنت بفهمك ان ده هيطلع ليه عدد سالب وده ليه عدد موجب. انا كده حليت السؤال خلاص والله اتحل. مش ده هو الجزء الحقيقي عشان سالب في سالب بموجب، فتحت الجذر بعدد موجب، فبقى ده الجزء الحقيقي، فهساوي الحقيقي بالحقيقي. يعني جذر أ ب هساويه بالاتنين، ربع الطرفين يعني أ ب بيساوي 4. كلام محترم. طب الجزء التخيلي هساويه بالجزء التخيلي. فين الجزء التخيلي ده؟ ما هو اللي هو جذر ب ج ناقص ب أ. بيساوي ايه ده بقى؟ بيساوي 3 ت. مش ده. طب انا ليه قلت بتساوي 3 ت مش بتساوي 3 بس؟ مش احنا في الامثله الباقيه كنا بنقول مثلا لو انا عندي هنا، بص لو كان عندي 5 زائد 2 ت بيساوي مثلا س زائد ص ت، كنت بتقول ان س بتساوي 5 والصاد بتساوي 2 صح؟ انا ليه بقى قلت ان الجذر ده كله بيساوي 3 ت؟ لان الجذر ده كله انا عارف ان في رقم سالب وفي رقم سالب، يعني هيطلع لي ت صح؟ فاما يطلع لي من هنا يعني الجذر ده جواه ت، جواه ت. انا هنا كنت بقول ان ما دام ت دي موجوده وت دي موجوده فبقول ان ده بيساوي ده، انما ده جواه ت يبقى لازم اساويه بحاجه فيها ت. بس كده. برد بس على السؤال اللي جه جوه دماغك دلوقتي. خلاص خلصنا يا عم. ربع الطرفين يعني ب ج ناقص أ ب أو ب أ مش هتفرق، بتساوي ربع ده يعني 9 ت تربيع يعني سالب 9. طب ب أ بكام؟ ما هي بأربعة، يعني أشيل ده وأحط 4. صح ولا مش صح؟ صح. فبقى ب ج اللي أنا عايزها يبقى الخط ده ماشي. أنت عايزة إيه؟ جميل. فبقى ب ج اللي أنا عايزها دي يا أخويا بتساوي سالب 9، دي سالب 4 زائد 4، يعني بتساوي كام؟ سالب 5. سؤال فهم، يعني انت لو كنت فاهم ان انت هتساوي ايه بايه
وانت عشان تساوي ايه بايه لازم أن تبقى عارف ده حقيقي وده حقيقي، ولازم أن تبقى عارف التخيلي ولا ده تخيلي، بس كده. الاجابه طلعت معانا -5 اللي هي الاجابه رقم د. كده الحمد لله الحمد لله خلصت الحصه. تمسك اي سؤال من اي حته من اي كتاب من اي، اديله بالشبشب كده، بالشبشب، اي سؤال من اي حته. والله لو مين اداك سؤال خلاص بقى نتكلم، هتموته. اي سؤال امسك اي كتاب حل، خلاص كده. امسك بس الواجب بتاعك بعد ما تتفرج على الحصه دي، امسك الواجب حل الواجب. بعد ما تحل الواجب هتلاقيني منزلك فيديو حل الواجب، تخش تتفرج تشوف انت مثلا لو عطلت في حاجه، في مشكله في بتاع وهكذا. وانت خلاص كده بدل ذاكرت الحصه الاولى، تيجي لي بقى الحصه الثانيه من السنتر اللي هي ايام خميس جمعه سبت، وتعالى لي. والسلام عليكم.